اهلا بكل مامي متابعانا، يا رب تكونوا بخير وكل اطفالنا الحلوين بخير. النهارده معايا اكله لطيفه وجميله جدا، هي البطاطا بالشوفان. والبطاطا من الاكلات اللي بتبقى منتشره في الشتاء جدا في كل بيت، رخيصه وسهله ولطيفه جدا، طعمها حلو قوي، الاطفال والكبار بيحبوها جدا، سواء مشويه او صينيه او زي ما هقول عليها دلوقتي بالشوفان. والطريقه دي تنفع للكبار والصغار، بس يعني مع وجود بعض الاختلافات شويه. طبعا انا مش هتكلم عن فوائد الشوفان لان فوائده كتيره جدا، وفي نفس الوقت انا في فيديو منزلاه عن فوائد الشوفان. هتكلم دايركت عن الوصفة بتاعتنا النهاردة. انا جبت بطاطا وغسلتها كويس جدا، ويفضل ان كل ام يبقى عندها فرشة مخصصة لغسيل الخضار والفواكه. ما استخدمهاش في اي حاجة تانية غير اني اغسل بيها الخضار والفواكه. انا غسلت البطاطا، شايفين لونها بقى وردي وجميل جدا، وقشرتها كويس جدا وقطعتها مكعبات، وهحطها في مية على النار. وزي ما هنشوف هوريكم هنعمل فيها ايه بعد ما احطها في ميه على النار. وزي ما احنا شايفين يا بنات، انا حطيتها في ميه متوسطه مش كتير، عشان انا مش عايزه ادلق الميه اللي انا سلقت فيها، عشان استفيد بكل الفوائد اللي موجوده في الحاجه اللي انا بسلقها. وانا كان معايا معلقتين شوفان كبار. قبل لما حسيت خلاص ان البطاطا قربت تستوي تماما، هندلق الشوفان كده، وهنقلب ونسيبها تغلي شويه كمان على النار، لغاية اما الاتنين يتجانسوا مع بعض، عشان تبقى سهلة الهرس معايا. سواء ههرسها في الخلاط لو الطفل لسه صغير، مثلا من 6 شهور ل10، او ان انا ههرسها بالشوكة لو الطفل اكبر شوية من كده وبدأ ان هو يبدأ يبلع الاكل بشكل صلب اكتر. هنسلق هنهرسها بمجرد بالشوكة. هياخد غلوة كده مع بعض وهنرجع نشوف شكلهم ايه بعد الفصل. وده شكلها بعد السوا، زي ما احنا شايفين عاملة هي كأنها نشا لوحدها كده. ههرسهم في الخلاط، انا بفضل ان انا اهرسهم في الخلاط زي ما هنشوف دلوقتي. وده شكلها بعد الهرس. طعمها لذيذ جدا على فكرة، البطاطا والموز والفراولة من الحاجات اللي بتبقى لذيذة مع الشوفان. طبعا بعد عمر السنة اقدر اضيف للطفل عليها عسل، عشان تبقى وجبة غذائية متكاملة جدا، واقدر اقدمها له في اي وقت. وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو بنات دوسوا سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان توصلكم الفيديوهات الجاية. وبالهنا والشفا، باي باي.